سؤال يقول إذا كانت السباحة تقلل الوزن ليش الحيتان سمان؟ وأنا منها مسخن يطلع لي واحد نكدار هايفانسن، نكدار كوبكسن، نكدار ميمونسن. هاي بالتركي داحكي وياك، ما اقدر اتجاوز عليك بالعربي وبس والله. سؤال يقول ليش السمك ما يغرق؟ لأن يعرف يسبح. نورت. سؤال يقول ليش ما يطلع شعر في باطن اليد؟ انت صدق تحكي؟ انت بس تخيل المنظر، هنا عندك بايدك شعر. اولا منظره ما حلو، ثانيا حتى من تريد تاكل او تلزم اكل احتمال يوقع بالاكل، واذا تطبخ بالجدر احتمال يوقع من ايدك شعر بالجدر، يعني تصميميا مراهمه اصلا. سبحان الله، هو رب العالمين مرتب شكلنا ومضبطنا وخالقنا بشكل رهيب. زين تدري اذا اكو غلطه بسيطه، ولا هو رب العالمين ما يغلط، بس تدري اذا صار ابسط شيء غلط بينا، مثلا اذا طلع شعر مثل ما قلت هنا، تدري ايش راح يصير؟ الدنيا راح تحترق، واحتمال البشر يصير بيه حالات نفسيه ويجوز ينقرض. شوف هاي ابسط شيء. من كنت صغير كنت اكل هذا السميري وبلعه، فاتخيل دوه كنت من اشرب شي بالقلاص، مثلا عصير او بيبسي، وتبقى بي اخر شربه، ورا ما اشربها ابوع بالقلاص، اشوفه خلص لو لا، مع العلم انا ادري بي هو اخر شربه. ايش داحس؟ وانا لحد هسه اسوي هالحركه، انتظر ايام الامتحانات بس على مود ما اخذ كتب وياي. من كنت صغير اذا اطلع ويا ابويا وامي للسوق او الفد مكان بعيد، اظل متشلب بيهم، افكر اقول خاف يعوفوني وضيع، ومن ضيع بعد ما يلقوني واصير مشرد. من كنت صغير بالمدرسه كنت اشخبط على الورقه مال الدفتر، اظل هيك اشخبط على نفس المكان لحد ما تنزرف الورقه. سويها لو لا؟ من كنت صغير كنت من انام بالليل واهلي كلهم ينامون وتطفى الكهرباء، كنت اغطي راسي بالبطانيه واطلع منها زرف صغير ابوع منه، اقول اخاف يفوت من يم الجني. على كان اذا واحد يدزني على مي واجيب له قلاص مي اشرب منه وامسح حلقي قبل، على مود لا يشك بيا ويحس بالجريمه. ليش اكو ناس من تريد شاي تريد حار يصمد، ومن يجي الشاي تقعد تنفخ بيه؟ ايش دا تحس؟ والله اكو ناس من ضمنهم ابو جبار يدز بنته تجيب له شاي حار يفور ويقولها شنو هاي الشاي بارد ثلج، وهو اصلا الشاي دا يفور. ثانيا ليش تريده حار ومن يجيك تقعد تنفخ بيه؟ خو شرب. بحياتك سمعت البصل صار مربى؟ زين شلون تريد اللي بلا اصل يتربى؟ سؤال يقول ليش الطير من يطير ما يقدر يلزم السماء او يوصل للنهاية او يوصل للفضاء؟ اني مال يلزم السماء بصراحة ما افتهمتها. شنو يعني يلزم السماء؟ اصلا السماء ما تلزم، عبارة عن فضاء، شلون تلزمها يعني؟ ترى هي مو حايط حتى تلزمها، يعني عبالك السماء حايط يعني؟ بس اللي فهمته منك ليش الطير ما يقدر يوصل للفضاء؟ هي الطيارة مال السفر ما تقدر توصل للفضاء، الله يخليك، انه بالطير بسبب الجاذبية الموجودة بالكرة الارضية، واذا تريد تخترق هاي الجاذبية وتوصل للفضاء تحتاج سرعة ما تقل عن 40,000 كيلومتر بالساعة، والطير خطية منين اللي هي السرعة على مود يوصل للفضاء؟ هو يعدو بجناحين وبالقوة شايل روحه بهالحر، خصوصا بالعراق، وثانيا هو ايش عنده رايح للفضاء؟